الفيتامين سي مجنن الناس، لازم تبقوا عارفين استخداماته ايه وليه. في 5 حاجات لازم تعرفوهم عن الفيتامين سي قبل ما تستخدموه. اول حاجة، الفيتامين سي مش بيغمق الجلد، هو بيبقع الجلد. ليه؟ لان الفيتامين سي لما بيجي على الجلد الميت بيأكسده، فطبيعي ففي ناس كتيرة بتيجي تقول لا ده الفيتامين سي بيأكسد الجلد. مش بيأكسد الجلد كله، هو بيأكسد الجلد الميت، فعشان كده بيدي بقع في الجلد مش بيغمق، لان هي وظيفته الأساسية التفتيح. تاني حاجة، الفيتامين سي بطبيعته كمادة مش مستقر، عشان كده بيحتاج الفيتامين اي معاه دايما. فدايما هتلاقوا الازازه مكتوب عليها فيتامين سي وفيتامين اي، لان الفيتامين اي هو اللي بيحقق للفيتامين سي الاستقرار عشان يشتغل براحته. عشان كده لازم نظبط البي اتش الاول وبعد كده نستخدمه. رابع حاجه، الناس اللي بتعمل تقشير للجلد بالساليسيليك او الجلايكوليك او اللاكتيك اسيد ما تستخدمش الفيتامين سي، علشان بيعمل التهاب شديد جدا للجلد، فساعتها هيغمق مش هيفتح. خامس حاجة، الفيتامين سي والريتينول الاتنين مع بعض في ازازة واحدة نستخدمه، بس لو انا عندي فيتامين سي لوحده وريتينول لوحده ما ينفعش نستخدمهم مع بعض على طول. بنستخدم الفيتامين سي الاول وبنستنى 30 دقيقة وبعد كده نستخدم الريتينول. في حالات التفتيح بالمادتين ما ينفعش نستخدمهم مع بعض، لو البشرة دهنية ولو فيها حبوب لازم نعالج الحبوب الاول، لما الحبوب تروح نبتدي نستخدمهم الاتنين، عشان لو استخدموا والبشرة فيها حبوب بيعمل التهاب شديد جدا وبيضاعف الحبوب وبيعمل التهاب أكتر للبشرة، فساعتها هيعمل غمقان، هيبقع الجلد، هيسيب أثار للحبوب في الجلد، فساعتها هنبقى بدل ما فتحنا وعالجنا وشلنا الغمقان زودناه أكتر من الأول.